يا ترى ايه اللي بيخلي فيلم يبقى الافضل؟ هل القصه، الاكشن، الشخصيات، ولا حبكه غير متوقعه؟ في 2024 شفنا افلام مميزه جدا عدت كل التوقعات، وفي الفيديو ده هنستعرض الافلام دي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لو مش مشترك في القناه، وخليك معانا للاخر وقول لي في التعليقات ايه افضل فيلم اتفرجت عليه في 2024. ويلا بينا. نبدأ في المركز الخامس بفيلم مونكي مان. بتحكي قصة الفيلم عن شاب مجهول الهوية قرر ياخد حقه بنفسه، وبيبدأ حملة انتقام قوية ضد مجموعة من القادة الفاسدين اللي قتلوا والدته. Don't call me son. الشاب ده مش بيدور بس على الانتقام، لكن عنده هدف نبيل عاوز يوصل له. وتقييم الفيلم على IMDb 6.9. وفي المركز الرابع معانا فيلم لاند اوف باد. القصة بتدور حوالين وحدة دعم جوي بقيادة كيني، اللي بيكون مع فريق من قوات دلتا في مهمة خطيرة. فجأة الفريق بيتحاصر والوضع بقى ميؤوس منه، ومفيش أمل غير في مهارات الطيار اللي اسمه ريبر عشان يخرجهم من الأزمة اللي هم فيها. وتقييم الفيلم على IMDb 6.6. Our priority is protecting the men and women who serve this country. 5, 4, 3, 2, 1. ولو الافلام دي شدتكم لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. وفي المركز الثالث معانا فيلم ذا بي كيبر بطولة جيسون ستاثام، واحد من الافلام اللي بتجمع بين الغموض والاثاره. البطل كان شغال في منظمه خطيره اسمها بي كيبرز، بيلاقي نفسه في مواجهه كبيره لدرجه ان الانتقام الشخصي بقى ليه بعد وطني. وبيورينا قوه الانتقام لما بيكون ليه هدف اكبر واعمق من مجرد تصفيه حسابات. وتقييم الفيلم على IMDb 6.3. This is much bigger than a little phishing scam. You're going to get what you deserve. وفي المركز الثاني معانا فيلم رود هاوس، اللي بيحكي عن قصة بطل فنون قتالية مختلطة. حياته اتشقلبت ولقى نفسه بيشتغل في حانة تحس انه مجرد شغل بسيط، بس لا، هناك هيكتشف عالم جديد مليان مؤامرات وصراعات. كل مواجهة بتورينا قد ايه البطل عنده قوة وصبر بيخلوه يواجه اللي حواليه. فيلم هيشدك من اول مشهد لاخر ثانية. وتقييم الفيلم على IMDb 6.3. It takes a lot to get me angry, but when I am, I just can't let go. واخيرا وصلنا للفيلم رقم 1 في القائمه، فيلم دون. الجزء قائمتنا خلصت وخلص معاها الجزء الاول من افضل افلام 2024. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.